السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في فيديو جديد، هنعمل مع بعض حاجه جديده اول مره اعملها على القناه. معايا كده دقيق، كيلو دقيق، حط 4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم رشه ملح، معلقه سكر، في الخميره بقى لبن دافي وخميره فوريه والسكر بتاعي. كل كوبايه دقيق ليها معلقه سكر. تمام. هنزل بيها كده بقى بعد ما الخميره اختمرت معايا، هنزل بيها على الدقيق وهعجن. اللبن بتاعي يكون دافي. هنزل كده بقى يا جماعة، ده اسمه سينابون. هكمل برضو بلبن. اللبن بتاعي يا جماعة يكون دافي، ما يكونش بارد ولا يكون سخن قوي، يكون دافي ان ايدي تستحمله. وهنزل برضو معايا ب4 معالق زيت. كل معلقة دقيق ليها معلقة زيت، كوباية دقيق. يبقى تاني كوباية الدقيق ليها معلقة سكر وليها معلقة زيت. وكمان هنحط حبة بيكنج باودر، نسيت احطهم في الاول فحطيتهم اول ما بدأ. بعد ما بدأت عادي مفيش مشكلة. هنعجن بقى، نلم العجينة معايا. عوزنا لبن تاني بنزودها. هوريكي ملمس العجينة بتكون ازاي. لازم تكون ناعمة وطرية، تكون هشة. بصوا كده، انا احتجت لبن تاني. بزود حاجة يعني. بصي، وعلى فكرة كمية السوائل ما مش شرط ان احنا نقول عليها او نحسبها، دي بتتعرف من نوع الدقيق. على حسب الدقيق، في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق ما بياخدش سوائل كتير. هنعجن بقى كويس جدا ونلمها. بصوا انا ما قطعتش اي حاجة من الفيديو خالص، كله حاجة معاكم اهو. بصوا كده بقى لحد ما لمت معايا كده وطرية خالص. اللي على ايدي ده لبن، زي ما قلت لكم كنت بزود لبن لحد ما الكمية معايا تلم، العجينة تلم معايا خالص. بصوا كده بقى لمت خالص. في شوية بوريك اهو طرية وناعمة. بصوا كده، نزل ايدي فيها العجينة بتطلع تاني، نزل ايدي العجينة بتطلع طرية وهشة جدا. هسيبها بقى تختمر معايا كده. سكر بودرة وقرفة، ده سينابون يا جماعة. هقلبهم في بعض زي ما قلت لكم. العجينة انا سايباها بتخمر في مكان دافي، مغطياها كده. بعد ما خمرت بقى جبتها وحطيتها، فرشت كده دقيق بقى على الترابيزه او على الطبليه او على الرخامه اللي انت هتعملي عليها. وادي العجينه بعد ما اختمرت هقسمها نصين. تمام. وهاخدها بتحشيها بقى زي ما قلت لك. هو السينابون عامه بيتحشي سكر بودره وقرفه. هفضل بقى افرد فيها اخليها رول مستطيل. تمام. هخليها، مش هخليها دايره، هخليها مستطيل. هفرد بقى اهو زي كده. انا فردتها على الاخر مستطيل يا جماعة مش دايرة. واخلي السمك بتاعها 1 سنتي طولها وعرضها، وكل سمك فيها في كل مكان. وافرد برضو في النص، ما سيبهوش في النص تخين والاحرف رقيقة، لا كله يبقى واحد. بصوا كده، هوريكم اهو. بصي سمكها 1 سنتي بس، لان انا كده كده هعملها رول من كل مكان بوريكي. معايا بقى هنا زبدة بالشكل ده او سمنه، اللي يريحك المتوفر عندك. انا مش بجبرك على حاجه معينه. وادهنها وهي مفروشه كلها، بدهنها كلها كويس جدا بالزبده او بالسمنه. احنا كده كده ما عجناش بيها، فلازم ادهنها عشان تبقى مورقه من جوه. هدهن كويس جدا جدا، مش هسيب حته فيها غير وهي مدهونه. وبصوا كده بوريكم بقى بعد ما اتدهنت خالص. اسفه جدا يا جماعه على طريقه التصوير، ما كنتش انا اللي بصور، لذلك مش طالع التصوير، مش طالع يعني احسن حاجه. هفرد بقى عليها برضو كلها القرفه والسكر اللي انا خلطتهم مع بعض. كنت عامله لكم طريقه برضو اسمها حجازيه، برضو نفس النظام كده بالقرفه والسكر، بس العجينه مختلفه. ودي حاجه ودي حاجه تانية خالص. هنفرد كده زي ما قلت لكم. هرجع بقى كل اللي اتكون ده هفرده بايدي كده بقى، يتفرد كله كده. بصوا حتى الاطراف برضو هفرد فيها، بس اللي هو مش هيبقى كلها يعني، يبقى في حاجات كده بسيطة اهو. بصوا
سيب حاجة بسيطة جدا بس فاضية، ونرجع بقى نعملها رول كلها زي ما قلت لكم بالطول مش بالعرض. هعملها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتضغطوا لايك وتقولوا لي ايه رأيكم في الطريقة. هعملها لكم كلها يا جماعة من الألف للياء. اللهم صل على نبينا محمد. هنلف بقى خالص. انا اختي كانت معايا بنعملها، يعني عملت انا واختي مع بعض. هي اللي كانت بتلف. لازم تلفيها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اماكن متطرفة. وهاجي بقى على الطرف كده من بره خالص فرشة فيها مية واحطها عليها كده بسيطة جدا اهو كده اهو، حاجة بسيطة. وهروح تانية بقى الطرف على ايه، على باقي العجينة. هتنيه كويس جدا زي ما قلت لكم. انا بحط له مية ليه؟ عشان يمسك في بعض اهو كده. وهرجع برضو اطبع العجينة في بعض عشان ما تفكش مني برضو وانا بقطع. بوريكم المكان اللي ما طلهوش مية حطيت برضو فيه كده. انا بطبع العجينة في بعض. زي ما قلت لكم انا ما قطعتش اي حاجة من الفيديو. وهرولها بقى بحيث ان خلاص بقى تبقى متساوية كلها اهو كده زي ما انت شايفة كلها بقت واحد. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها، اي صينية عندك هدهنها زيت سمنة كويس جدا. وهجيب خيط بقى وهقطع بيه السمك بتاعها يبقى صغير يا جماعة، ونظبطها بقى ونقطع. سهلة جدا. وادي ده شكلها بعد ما اتقطعت. الحتتين دول كده اللي هم الاطراف، ومعروفة ان الاطراف ما بتبقاش مظبوطة. معايا بقى هعمل الصوص بتاعها. اول صوص معايا كوباية سكر. تمام، كوباية سكر يا جماعة، وكوباية كوباية لبن وسمنة وجبنة كريمي بقى او جبنة مثلثات، وهضربهم مع بعض وهيديني هخلطهم مع بعض في الكب وهيطلع لي الصوص اللي وريته لكم من شوية. ده بقى الصوص التاني. ده الصوص التاني معايا كده سكر هحطه على النار لحد ما يتكرمل خالص. هو كان عايز حاجة اوسع من كده بس زي ما قلت لكم انا ما كنتش في البيت اساسا، مش عاملاها عندي يعني. بصوا فضلت برضو اقلب فيه لحد ما بدأ خلاص يسيح ويتكرمل. خلاص هنا ساح. هنزل بقى ايه، هننزل بالسمنة عليه. انزل بسمنة بلدي. دي على فكرة دي سمنة بلدي. تمام، يعني انا حتى الصوص التاني برضو لما عملت سمنة بلدي وسمنة الزبدة سمنة والزبدة يا جماعة، يعني من ده وده. قلبته بقى بالسمنة كده. هقلب فيه زي ما قلت لكم لحد ما يفك خالص. هنفضل بقى نقلب فيه الكرمل خلاص. هنزل بقى ايه باللبن. طب اللبن ده في ايه؟ اللبن ده فاضي لسه. هنكمل برضو، خليكم معايا. هيفضل يغلي كده زي ما انتم شايفين ويفور وهيكتل معايا. تمام. هنا بقى بعد ما طلع السينابون من النار بنرش عليه اول صوص اللي هو الصوص الابيض. تمام، هو المفروض بيبقى ماسك في بعضيه بس انا كنت موسعه الاماكن بتاعته يعني، وكنت حاطاه في الصينيه موسعه الاماكن بتاعته اهو زي كده اهو. المفروض يبقى كده ماسك في بعضيه بقى كده. بس الصينيه التانية كان خلاص اخر حاجه معايا. هنا بقى هرجع للصوص اللي كان على النار تاني. معايا كوبايه لبن حطيت فيها معلقتين نشا وهنزل بيهم على الصوص زي ما انتوا شايفين. وهفضل اقلب لحد ما يبقى بالسمك ده كده بالظبط. وهنزل بيه برضو على السينابون بعد ما حطيت الصوص الابيض، الصوص الكريمي الابيض. هنزل بصوص الكراميل. وادي دي كده واحدة انا طلعتها من الكل بقى كده. بوريكم شكلها. بص بقى، بص الحلاوة من جوه. بص عاملة ازاي مورقة كده كل طبقة وحديها، والصوص مغرقها من كل جنب. هو كده لازم يتاكل كده.